3, 2, 1. انت شرفتني بجد والله. يعني عايز اقول لك بجد مبروك. ميرسي باللي انت عملته في راس الفتره. كلمة شكر للشعب المغربي والمغرب الحبيب. أنا بعتبر نفسي واحد منكم عايش في بلدكم، لكن مش معنى إن أنا هقوله ده دلوقتي يبقى أنا إيه؟ أنتوا هتلاقوا ناس كتير عمرها ما دخلت المغرب وهتلاقي نفس الكلام اللي أنا بقوله هتلاقوه أكتر كمان. مش محتاجة حاجة يعني. أحب أشكركم على حسن الاستقبال من المطار. أحب أشكركم على التنظيم الرائع. أحب أشكركم على وقفتكم جنبينا في الاستاد. قسما بالله أنا ما شفتش كده. المغاربة أكتر من المصريين في الاستاد بيشجعوا النادي الأهلي المصري. والحمد لله أن هذه كأس العالم الأندية تشاركوا فيها 3 فرق عربية، يعني كيف الوداد كيف الهلال كيف الأهلي، وإن شاء الله تكون نهائي عربي، وإن شاء الله الأهلي المصري تواجه في كأس العالم. نتمنوا إن شاء الله الأهلي ولا الهلال يدوزوا المباراة النهائية ولا يفوزوا باللقب، يكون أول فريق عربي يفوز باللقب إن شاء الله. تنظيمات المغرب خلت الجميع كله يتكلم، حتى الأكل وكرم الضيافة اللي كان موجود كل الناس اتكلمت عليه، مصريين وعرب وحتى الجزائريين صرحوا تصريحات غريبة جدا جدا. قالوا أول مرة نشوف بلد بتهتم باللاعبين اللي جايينها واحد واحد. اللعيبه كلهم متدلعين واللعيبه كلها متظبطه هناك في المغرب، ومحمد الشناوي بيشكر الناس على الاستقبال الجميل اللي حصل، ومحمد الشناوي كابتن الفريق راجل بيتكلم على روعه الاستقبال، وراجل بيتكلم على ان الناس موفره لنا كل حاجه بشكل محترم. لكن الاهم 66,000 متفرج مغربي كان حاضر. هذا الرجل كان معاي في بدايه دخولنا المدرجات حتى خروجنا. اليوم الجماهير المغربيه كانت واقفه خلف الاهلي المصري. نتمنى من كامل القلب الفرق العرب اللي هما الاهلي والهلال، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. باسم الجالية المصرية في المغرب بشكر السيد العمدة عمدة مدينة طنجة على حفاوة الاستقبال وعلى هذا العمل النهارده، يعني الصناعة التقليدية واتغدينا، وهم دول ناس طنجة وهم دول المغاربة ناس الكرم وناس المعقول. وبشكر السيد العمدة باسم الجالية المصرية وباسم المصريين كاملين على اللي عملوا معنا النهارده، شيء يعني احنا ممتنين يعني، وهي دي المغرب، وهو ده عشمنا في المغاربة. فشكرا للسيد العمدة على هذا الاسلوب وعلى هذا التعامل وعلى هذا الرقي. اليوم المغاربة رد جميل، قدموا 90 دقيقة من التشجيع والمساندة، والحمد لله فازت الأهلي 3-0. نتمنى لهم الفوز في قادم المباريات. بصفتي مصري ونيابة عن المصريون أشكركم وأشكر الشعب المغربي على الحفاوة وعلى الترحاب والمحبة اللي مش غريبة عليهم واللي نعرفها اللي أبدوها في استقبال دلوقتي الفرق لبطولة كأس العالم للأندية. للأمانة ملعب اليوم طنجة طلع بأبهى صورة لهذه الجماهير اللي ساندت إخوانهم المصريين. وامبارح صفحة النادي الأهلي يعني أشادت بشكل كبير جدا بالمغاربة، ويعني شيء رائع الصراحة. وأعجبني جدا التقرير اللي اتعمل على قناة النادي الأهلي ده، والإشادة بكرم أخلاق المغاربة اللي كلنا بنتكلم عليه. كرم أخلاق المغاربة هو اللي بيرد على أي حد بيحاول ينقص من قيمة المغاربة ومن سلوكهم ومن أخلاقهم ومن تربيتهم ومن تراثهم وتاريخهم وحضارتهم. شعب عنده حضارة، شعب عريق. تنظيم رائع، ما عندناش أي مشكلة اهو. العربي كله يسمعني وأفريقيا كلها تسمعني والمسؤولين هناك يسمعوني. الصورة اللي قدامنا دي احنا بقالنا شهر بنتوقعها، بقالنا شهر بنقول ان احنا هنستقبل في المغرب استقبال تاريخي وتنظيم رائع، ما عندناش اي مشكلة اهو. فين العلم المغربي ده؟ جبتوا منين العلم المغرب ده؟ بجد والله؟ لا هو المغرب كفاية علينا. طب انت بتحب المغرب؟ طبعا عشان بلد عربية ودخلت كأس العالم فيها. يعني كنت بتشجعها؟ اكيد. بتبيعوا بكام طيب ولا هتفضحنا؟ لا عادي ب 25 و50. ده من غير تمن، ده زي العلم بتاع مصر كده برضو من غير تمن. احنا هندير النية، هو قالها هندير النية، وان شاء الله اللي جاي احلى، ولا عزاء للحاقدين.